هاي، ازيك؟ عامل ايه؟ بص، جبت لك معايا نسكافيه. عايز اقول لك على كلمتين ممكن يكونوا جايين لك في الوقت المناسب وممكن لا. بص يا حبيب قلبي، انا عايزك توري لكل الناس اللي حواليك دول قيمتك الحقيقيه. ربما الايام دي خلتك انت تفتقد الشعور بقيمتك. ممكن الظروف اللي حواليك خلتك انت مش حاسس بنفسك وتايه. بس عايز اقولك على حاجه، على قدر المعاناه هيكون للفرج طعم قوي جدا جدا جدا. بس للاسف ما كانش ينفع هتحس بطعم الفرج لولا وجود اللي هو ايه، المعاناه والالم. يعني عايز اقولك على مثال دلوقتي. انت لو قاعد في البيت والكهرباء قطعت مره واحده من غير سبب، هتبقى قاعد بتعد الدقايق علشان الكهرباء ترجع تاني، تلاقي الواي فاي وتلاقي نور وتلاقي التي في وتلاقي كل حاجه. انت هنا عرفت قيمه وجود النور لما لقيت الضلمه. دي حياتنا. لولا وجود نقيض للشيء ما كانش للشيء نفسه قيمه. فالفكره كلها ان انت لما تلاقي نفسك في حزن وفي تعب وفي معاناه، اعرف كويس ان انت بتدوق الطعم المر علشان لما يجي الايام الحلوه يبقى ليها طعم كبير وليها اثر كبير عندك. المطلوب منك دلوقتي انك تجيب ورقه وقلم وتكتب فيها المهمات اللي انت نفسك تعملها. نفسي اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. شايف ان الخطوه هتكون صعبه؟ حلو قوي، هات بقى المهمه من ضمن المهمات دي وقسمها لخطوات. تمام. انا مثلا نفسي اجيب تليفون نوع معين، خطوه عندي. تمام. شايف ان الهدف ده صعب عليا، بس قسمت خطوات اللي هو ايه، هحوش فلوس كذا في خلال قد كده، هيبقى معايا كده، اجيب كده. فانت اكتب المهمات اللي انت عايز تعملها واعملها خطوات، حتى لو حاجه بسيطه ان هي انت ترتب اوضتك يا سيدي. هنا الشعور بالانجاز عندك يزيد. هتلاقي نفسك عقلك بدا يستسلم بسيستم جديد ان انت بتنجز شيء. فهتلاقي نفسك الطاقات عالت والشعور الانجاز عندك عالي، وفي بقى في باور، بقى في ثقه بالنفس اكتر. خش العب رياضه. حاول على قد ما تقدر ما تستسلمش للافكار السلبيه، لان دماغك ان لم تشغلها بشيء شغلتك بالباطل. لو دماغك ما حطيتش فيها افكار وقناعات ورغبه في التغيير، جسوت عقلك ما يعرفش يعيش من غير ما يفكر، بيتغذى على التفكير. فهتلاقي نفسك انت بتلاقي افكار ملهاش علاقه بيك اصلا، عقلك بيملاها لك علشان بس يسد لك فراغ عدم وجود التفكير. فانت من النهارده لازم تكون قائد نفسك كويس، وتعرف كويس انت قيمتك عامله ازاي. ان ما عرفوش قيمتك دلوقتي، بكره هيعرفوا قيمتك. الموضوع موضوع وقت، بس الوقت ده في صالحك انت عشان تبدا تتعلم حاجه جديده وتاخد خطوه. وافتكر ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه لسوف يرى. ربنا هيشوف سعيك. تخيل فرحتك تبقى عامله ازاي. قوم واتعب واجتهد واعرف ان الفرج جاي. ما شربتش النسكافيه؟ طب انا هشربه بقى.